واخيرا رفع المظلي العراقي الكابتن شاكر الساعدي راية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف التي بلغت مساحتها 15 مترا مربعا في سماء العاصمة البريطانية لندن كسابقة تعد الأولى من نوعها. الساعدي عبر عن فرحته بهذا الإنجاز الذي زاده فخرا واعتزازا كونه ينتمي لخط آل البيت عليهم السلام. الحضور من جانبهم أشادوا بهذه الخطوة المباركة التي عبرت عن حبهم وتمسكهم بالنهج المحمدي الأصيل. نمارق عماد تابعت هذا الموضوع وأعدت هذا التقرير. في أشهر الخير والبركة شهدت سماء المملكة المتحدة ولأول مرة في تاريخها هبوط راية الحق والعدل والإحسان، راية التاسع من ولد الإمام الحسين عليه السلام، راية صاحب العصر والزمان الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، إذ رفرفت عالية محلقة بحروفها وملامسة أعنان الفضاء بمضمونها. بعد خروجي من الطائرة من ارتفاع 5000 قدم سوف أفتح المظلة بعد ثانيتين أو ثلاثة، وبعدين تفتح مظلتي كاملة ودقق وجودي على الأرض، وجودي من السماء على الأرض لتحديد نقطة النزول، بعدها أنشر المظلة. هذه التفاصيل يتحكم بها سرعة الجو وارتفاع عن الأرض. شعوري كلش لا يوصف، بحيث الليلة ما نمت بيها يعني، وإحنا أول الناس إجينا يعني من الفجر، بعد صلاة الفجر إجينا للنادي، وكان هو كلش متحمس يعني، أني وزوجي وأولادي وأصدقائنا المقربين وأهلنا. الكابتن شاكر الساعدي والذي احتضن راية الحق وتلبس بها رافعا اسم محمد عاليا حتى غطت شمس بريطانيا، دأب مرارا وتكرارا على رفع راية أئمة الهدى عليهم السلام أينما حل وأينما نزل، فمرة هبط في كربلاء الإباء، واليوم زينت أرضا تبعد آلاف الأميال من أرض الفداء. فالراية والتي تبلغ مساحتها 15 مترا مربع قد اختلطت ألوانها بألوان علم العراق الذي أبى أن يفارقها في أرض ولا في سماء. قفزت براية حزن آل محمد وقفزت براية فرح آل محمد. الشعور بأنه أني أصبحت طائر أهل البيت. راية الحسين كان شعورها عميق جدا، لأنه الحزن هو شعور عميق يعني ما ينوصف الحزن، وإن شاء الله تبقى أجمل رايات في السماء. ونحن إذ نبارك لهذا الرجل المغوار العراقي الشريف الطيب المغوار الذي رفع هذه الراية، إن شاء الله سوف تكون توطئة لولاية إمامنا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. بعدما كانت في أرض كربلاء، ها هي اليوم راية الحق والإباء تحلق في السماء، ترفرف عالية خفاقة منادية: السلام عليك يا قائم آل محمد. نمارق عماد، قناة كربلاء الفضائية، لندن.